أهلا بيكم مرة تانية استكمالا للي كنا بنتكلم عليه. أنا بس عاوز أستعرض يعني نموذجين من نتيجة طالبين مختلفين. طالب حضر كل الامتحانات، وبالتالي الكارت اللي على الشمال بيقول مفيش غياب مسجل للطالب في المدرسة ومفيش مشاكل إلكترونية مسجلة للطالب من قبل المدرسة، وبالتالي ده أقرب إلى الصواب والكمال. الكارت اللي على اليمين فيه 4 أعمدة فقط من ضمن المواد. هنا بيقول مفيش غياب مسجل بس في مشكلتين إلكترونيتين مسجلين. ده يفسر لنا مادتين من اللي ناقصين، ما يفسرش الباقي. فده بنعمل فيه تحقيق في التجربة بتاعت امتحانات فبراير. مش عاوزين نشغل نفسنا بده كتير، أنا بس عاوز أقول جملة واحدة على موضوع الغش للمرة الأخيرة. آه، إذا كان الطلبة اللي بيسمعوني أو أولياء أمورهم يعني أصبح أكثر وضوحا ليهم هدف امتحانات أولى وتانية ثانوي ما هواش النجاح والسقوط بشكل بسيط كده من سنة لسنة، لا، هو رحلة تجهيز وقياس مستوى تنافسي مستمرة عشان كلنا بنحضر نفسنا للي هيحصل في الآخر. وبأكد على من يسمعونا في الثانوية العامة إنه الثانوية العامة سواء كانت ورقية زي زمان أو إلكترونية، مسألة الغش بيتم التعامل معها بشكل حضراتكم عارفينه من السنوات السابقة، بيكون غير موجود بنسبة 99%، وبالتالي هيظهر ساعتها المستوى الحقيقي والإخلال بهذا اللي عمل نتائج أعلى مما يجب مش هيكون موجود. فبالتالي هتكون دي لحظة الحقيقة. وعشان كده يا جماعة اللي بيغش هو بيأذي نفسه بيأذي زمايله. فالطالب المجتهد بيأذيه جدا اللي بيغش، لأنه بيعلي المتوسط بلا أحقية في هذا. وحضراتكم عارفين في قانون جديد لموضوع الغش أقره مجلس الوزراء ومجلس النواب، وده هيطبق بشدة في الفترة اللي جاية بأساليب مختلفة. وهيبقى في اللجان مراقبة بالكاميرات ومراقبة بالأفراد وبأفراد من خارج المنظومة بتاعة المدرسة. وبالتالي تعالوا نحضر نفسنا لامتحان في منافسة شريفة يضمن تكافؤ الفرص هيحصل لأولادنا في الثانوية العامة بإذن الله. لا فيه مشاكل تقنية ولا فيه مشاكل غش. لو أنا في أولى أو تانية ثانوي كل اللي يهمني ننسى الامتحان ده خالص. دلوقتي احنا فهمنا في بعض الايام حصل فيها مشاكل تقنيه، في بعض الايام الاخرى حصل فيها مشاكل عمل جماعي، فاحنا هنحطه على جنب وهنخطط لقدام، واحنا كلنا متفقين على الهدف. نحاول نفكر تاني احنا بنيجي الامتحان ده ليه. بنيجي الامتحان ده لو الولاد سمعوا اللي انا بقوله وفهموه هيجدوا ان هي هم اللي هيطلبوا امتحانات اكتر. الامتحانات الاكتر هتساعدهم يعرفوا هم جاهزين قد ايه، مش مسألة نجاح وسقوط. طيب نقول بقى هنعمل ايه في الفترة اللي جاية. احنا هنعقد للصف الاول والثانوي الاول والتاني الثانوي امتحانين فقط مش 3، لان احنا في اخر مارس صعب قوي نعمل امتحان بعد اسبوع. فبالتالي هنعمل امتحانين هيكونوا امتحانات مجمعة، بس مش امتحان واحد مجمع، هيبقوا 3 امتحانات بدل 10 عشان نقلل عدد ايام التواجد بسبب جائحة كورونا اللي ما ننساش تواجدها شهر ابريل ومايو. المرة دي هنعملها في المدرسة مش في البيت بلجان مؤمنة، وهيكون الامتحان ورقي. برضو نفس نوع الأسئلة في ورقة مجمعة، وهتكون الإجابة في ورقة منفصلة عشان هنصلحها بطريقة أوتوماتيكية اسمها بابل شيت. الخلاصة ان امتحاني اخر ابريل واخر مايو هيكونوا لاولى وتانية ثانوي مش لتالتة ثانوي، هيكونوا ورقي ومجمع وفي لجان مؤمنة. طب ليه ما عملناهوش في البيت؟ لان لو عملناه في البيت في ظل ما شاهدناه هيكون الهدف منه انتفى تماما، لان الطالب الشاطر مش هيعرف مستواه فين لما يكون الاقل منه بيلجأوا الى عمل جماعي، وبالتالي ده مش هيفيدنا في تحقيق الهدف لو كنا اتفقنا على الهدف. بنعمله ورقي ليه مش الكتروني؟ عشان نحرر الولاد من القلق اللي هم تعرضوا ليه في المرحلة الأولى، رغم إن إحنا قادرين على حله وحلناه فعلا بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، ولكن محتاجين تقييم يدي كل ولد وبنت حقه إنه يعرف مستواه فين. فهنعمل ده لأن كمان الوزارة والدولة حاطة جهدها كله في التطوير التكنولوجي المستهدف الثانوية العامة عشان نضمن الثانوية العامة ما يبقاش فيها أي إخلال من أي نوع.
لطلبة أولى وتانية ثانوي هيكون في امتحانين، هقول لكم دلوقتي المواد المقررة ومواعيد هذه الامتحانات. آه هذه الامتحانات مش هنخش فيها لا بالتابلت ولا بالتليفون ولا بأي أداة إلكترونية، ممنوع منعا باتا، ومن يخترق هذا هيعاقب بقانون مكافحة الغش الجديد. هنزود احنا عشان ده اوبن بوك، هنحط مع كل امتحان ورقة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة يقدروا يستعينوا بيها بديلا عن الكتاب المدرسي. الهدف من ده ان احنا كلنا نقدر نعرف بقى مستوانا الحقيقي ونبقى استفدنا، مش النجاح والسقوط، مستوانا الحقيقي. الفصل الدراسي الأول، الامتحان اللي اتعمل نظرا لكل الأسباب اللي شرحتها بإسهاب، هنعتبره اجتياز أو عدم اجتياز. يعني اللي حضر الامتحان هيعتبر اجتازه وانتهى من محتوى الترم الأول. اللي ما جاش خالص أو حصل له أو كان عيان أو كده هنعمل له امتحان تكميلي. في الحالة دي درجة الفصل الدراسي الثاني هتبقى هي الدرجة اللي هنحسب عليها درجة السنة من خلال متوسط درجات امتحاني مايو وإبريل. عشان ابقى اكثر دقة، احنا مش بنتكلم على درجات مطلقة، احنا هنعمل تقدير عام، ان بعد اسبوع هنديكوا نفس الكروت اللي خدتوها بس فيها التقدير العام عشان نشوف. في مايو وإبريل هنشوف التقدير العام بعد انعقاد هذه الامتحانات. لو كان المتوسط العام مش في المنطقة الرمادي يبقى احنا نجحنا للسنة اللي قبليها. لو كان في المنطقة الرمادي معناه ان انا ضعيف جدا في اكثر من مادة وبالتالي محتاج تجهيز اكبر. اي طالب واجهته مشكلة تقنية في الفصل الدراسي الاول هيحسب له اجتياز في هذه المادة. الطلبة المتغيبين بعذر قهري يقبلوا مدير المديرية لهم الحق في عقد امتحان تكميلي عشان يعوضوا الفرصة اللي فقدوها، عشان يعرفوا مستواهم برضو. وهيتعمل قبل امتحانات ابريل باذن الله. طيب المقررات اللي هنمتحن فيها في اخر ابريل هنحطها لكم على الويب سايت بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين ده مقررات شهر مارس او الجزء بتاع مارس وابريل. هنمتحن فيه امتحان ورقي مجمع في المدارس في اخر ابريل، وهنشوف الجدول بتاعه. دي المقررات بتاعت اولى ثانوي لهذا الامتحان، ودي المقررات بتاعت تانية ثانوي لهذا الامتحان المجمع. وهنوافيكم بالمقررات اللي هيمتحنوا فيها في اخر مايو في بعد اسبوعين او حاجه. شهر ابريل اللي هو اول امتحان بهذا الشكل لاولى ثانوي هتبقى مواعيده امتحان ابريل هيبقى يوم الاثنين 26 ابريل. هنمتحن امتحان مجمع فيه العربي والتاريخ والجغرافيا واللغة التانية. ده عدد الأسئلة وده الوقت المتاح للإجابة عليه في ورقة مجمعة بنفس الشكل اللي بيجي على التابلت بس هيجي على ورقة، وهنكتب الإجابات كلها اختيار من متعدد. التلات هيبقى امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات. الأربع هيبقى كيمياء وفيزياء وأحياء بنفس الشكل. هنكرر ده في الأيام 25 26 27 مايو في الامتحان التاني بتاع أولى ثانوي. تانية ثانوي نفس الأيام مجموعات أخرى من المواد في أزمنة أخرى. لو حضراتكم شايفين يعني أولى ثانوي يمتحنوا الصبح، تانية ثانوي يمتحنوا بعد الظهر. ده موعد اختبارات شهر مايو، لان تانية ثانوي فيها علمي وادبي، فالمجموعه اليمين دي المجموعه العلميه، المجموعه الشمال دي المجموعه الادبيه. المواد التي لا تضاف للمجموع لأولى وتانية ثانوي المدرسة هتتولى عقد هذه الامتحانات التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع، وتعقد بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية. الطلاب اللي لم يسبق ليهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يمتحنوا في المنهج كامل، واللي سبق ليهم أداء هذه الامتحانات يمتحنوا في منهج ومقرر الفصل الدراسي الثاني فقط. بس عاوز افتكر اقول انه في الامتحانات المجمعة اللي احنا قلنا عليها بتاعت اولى وتانية ثانوي هتتعمل في اللجان. الامتحانات دي هتكون معمولة على مستوى الإدارة التعليمية وليس مستوى المدرسة. معنى ايه؟ يعني كل إدارة تعليمية هتعد امتحان على مواصفة هيديها لها مركز الامتحانات، وبالتالي امتحان اولى وتانية ثانوي اللي جاي في ابريل ومايو مش هيكون امتحان موحد على مستوى الجمهورية زي ما حصل في الامتحان اللي فات، واسهم بشكل كبير في موضوع العمل الجماعي. هنا هيبقى فيه حوالي 270 امتحان مختلف على مستوى الادارات وليس على مستوى المدرسة ولكن على مستوى الادارة.
أم، بالنسبة لمواد الهوية لطلاب المدارس الدولية، المدرسة هتتولى عقد امتحانات مواد الهوية اللي هي اللغة العربية والدراسات التربية الدينية والوطنية على مستوى المدرسة تحت إشراف الإدارة، وتعتمد نتائجها من الإدارة التعليمية. نفس الشيء اللي عملوها قبل كده، اللي ما عملوهاش قبل كده يمتحنوا في المنهج كامل، اللي عملوها قبل كده يمتحنوا منهج مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط. بعد كده هيبقى عندنا بعد مايو بقى الشهادة الإعدادية في يونيو إن شاء الله، والشهادة الثانوية في يوليو وأغسطس، وده حديث آخر في مقام آخر. ولكن عشان نخلص الحديث اللي بنقوله النهاردة، أتمنى نشوف الجزء الأول من الفيديوهين دول أكتر من مرة عشان نفهم إيه معنى التقييم وإيه هدف الرحلة بتاعت الطالب في المرحلة الثانوية، ونحاول ما نفكرش في الأرقام المطلقة، نفكر في موقعي النسبي التنافسي بيني وبين زمايلي في نفس الدفعة وأنا ماشي. والورقة دي زي روشتة بتقول لكل طالب ولي أمر أنا محتاج أشتغل على إيه بالظبط قبل الامتحان اللي جاي عشان أحسن مكاني، مقعدي التنافسي من هنا لحد ما أوصل للثانوية العامة. وبالتالي ان انا ابوظ الامتحان ده بالغش، ده ما بيفيدش اي حد، ما بيفيدش اللي بيغش على الاطلاق، لان هو ما حققش حاجه، يعني هو ما استفادش اي حاجه، بل اساء للامتحان واساء لزمايله اللي تعبوا. ومع هذا الوزاره هتعمل اجراءات كثيره جدا تخلي ده غير متاح في الفتره القادمه. امتحان ثالثه ثانوي هيكون الكتروني ان شاء الله، وفي المدارس في لجان في المدارس واوبن بوك وعلى التابلت، وطبعا كل ماده على حده، ما هوش مجمع. ده زي ما احنا عارفينه لا اسقاط مما نقوله عن اولى وثانيه ثانوي على اي شيء له علاقه بالثانويه العامه. ده اللي احنا بنقوله دلوقتي خاص باولى وثانيه ثانوي فقط. واتمنى يبقى يعني الشرح كان واضح، واحنا هنحط المعلومات دي كلها على صفحتنا على الفيسبوك، وهنبعتها للمديريات في كتاب دوري صباح الغد ان شاء الله، وتصبحوا على كل خير.